القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح، وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح، وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث كتاب بديع من أمتع كتب السمر العربي، هو الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، ومؤلفه هو أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني الجريري، أحد علماء القرن الرابع الهجري، وقد عاش معظم هذا القرن، إذ ولد في أوله سنة 305 وتوفي سنة 390 للهجرة. يقول عنه محقق الكتاب الدكتور محمد مرسي الخولي: والحق أن الرجل لم يكن فقيها جريريا فحسب نسبة إلى أبي جعفر بن جرير الطبري، بل كان أيضا ذا قدم راسخة في علوم كثيرة، حتى لا يحكى عن سعة علمه أنه حضر في دار أحد الرؤساء فسأله ذلك الرئيس: فيما تحب أن نتذاكر؟ فأجابه المعافى: إن في مكتبتك 20,000 كتاب، فمر الخادم يضرب بيده إلى أحدها ويحضره فنتذاكر فيه. وفي هذا دليل على أنه كما وصفه أبو حيان التوحيدي كان ذا أنسة بسائر العلوم. وقد اندثرت كتبه، فلم يبق منها إلا كتابه هذا الموسوم بالجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. كان القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا مكثرا من التأليف في الفنون العلمية الكثيرة التي كان يجيدها من تفسير وقراءات وحديث وفقه، بالإضافة إلى علوم العربية والأدب. ومن مؤلفاته التي ذكرها ابن النديم في كتابه الفهرست: القراءات، المحاورة في العربية، كتاب المحاضر والسجلات، كتاب المرشد في الفقه. ومن كتبه الأخرى التي ذكرها هو لنفسه: أخبار قس بن ساعدة وأقاصيصه، سيرة الوليد بن يزيد وأخباره وشعره، رسالة في بيان رجحان ما في القرآن من البلاغة على الشعر، ورسالة في التلبية وهي تحوي تفسير معانيها. أما كتابه هذا فيقول فيه معرفا له ولمنهجه في تأليفه: أودعته كثيرا من فنون العلم والآداب على غير حصر بفصول وأبواب، وضمنته كثيرا من محاسن الكلام وجواهره وملحه ونوادره، وذكرت فيه فصولا من العلم أتبعتها شرح ما يتشعب منها ويتصل بها بحسب ما يحضر في الحال مما يؤمن معه الملال. ومن وقف على ما أتيت به من هذا علم أن كتابنا أحق بأن يوصف بالكمال والاستيفاء والتمام والاستقصاء، وصدق واسمه بالجليس والأنيس. وفي حلقتنا القادمة نبدأ إبحارنا في كتاب المعافى بن زكريا النهرواني المسمى الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، إن شاء الله. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.